في فكرة كده منتشرة بين ناس كتير. فكرة إن الواحد كل ما كان قاسي على نفسه كل ما ده كان دليل على قوته وصلابته. يعني كأن جلد الذات ده هو اللي بيصنع الأبطال. بس الحقيقة من وجهة نظر علم النفس مختلفة تماما. القسوة دي ممكن تكون أكتر طريقة ذكية ومخفية الواحد يدمر بيها نفسه، والمشكلة إن ده بيحصل وهو مش حاسس. بالعكس، ده ممكن يكون فاكر إنه بيبني نفسه وهو في الواقع بيهدها حتة حتة. طيب، خلينا نتعمق في الموضوع ده أكتر. هنا هنكشف الفرق الحقيقي بين القوة والقسوة، وهنفهم طبيعة النقد الذاتي اللي كتير مننا بيمارسه على نفسه يمكن كل يوم. والوعد هنا واضح وبسيط. في الكام دقيقة الجاية هيكون في طريقة واضحة تساعد أي حد يكتشف هل هو فعلا شخص قوي بيواجه التحديات صح، ولا للأسف واقع في فخ عقاب النفس وجلدها من غير ما ياخد باله. هنبدأ رحلتنا ب3 علامات بتكشف كل حاجة، وخلينا نبتدي بالعلامة الأولى اللي ممكن أي حد يكتشف هل هو فعلا شخص قوي بيواجه التحديات صح، ولا للأسف واقع في فخ عقاب النفس وجلدها من غير ما ياخد باله. هنبدأ رحلتنا ب3 علامات بتكشف كل حاجة، وخلينا نبتدي بالعلامة الأولى اللي ممكن تكون أكتر واحدة بنعملها كلنا. العلامة دي هي عادة استخدام كلمة عادي أو مش مهم أو حصل خير كغطى لأي ألم أو أذى داخلي. لما الواحد يتجرح أو يتضايق، أول رد فعل تلقائي هو إنه يقلل من حجم المشاعر دي قدام نفسه وقدام الناس. طيب، إيه اللي بيحصل هنا؟ الموضوع ليه تفسير علمي بسيط. العقل بيستخدم التجاهل ده كنوع من آلية الدفاع عشان يحمي نفسه من وجع اللحظة. بس النقطة المهمة قوي إن المشاعر دي ما بتختفيش، لا، دي بتتخزن جوه، ومع الوقت بتنفجر فجأة في شكل توتر مزمن، قلق مستمر، أو حتى نوبات اكتئاب مش مفهوم سببها. ودلوقتي نيجي للعلامة التانية، ودي بتوضح قوي فكرة الحكم غير العادل على النفس. السلوك ده واضح جدا وممكن نكون بنشوفه كتير. الواحد بيحمل نفسه مسؤولية أي غلطة مهما كانت صغيرة وبيحاسبها بقسوة شديدة، وفي نفس الوقت بالظبط لو أي حد تاني عمل نفس الغلطة بنلاقي له 1000 عذر ومبرر. في ازدواجية غريبة جدا في المعايير. في علم النفس الحالة دي ليها اسم محدد وهو تحيز النقد الذاتي. ده نوع من التحيزات المعرفية اللي بتخلي الواحد عنده ميل دايما إنه يشوف نفسه هو اللي مقصر أو هو اللي غلطان، بغض النظر عن الظروف الحقيقية للموقف. وصلنا للعلامة الثالثة، ولازم نركز هنا كويس قوي لأنها يمكن تكون الأخطر والأعمق في تأثيرها. ده نمط مدمر بمعنى الكلمة. الفكرة هي ربط الإحساس بالسعادة أو الفرحة بالاستحقاق المبني على الإنجاز. يعني الواحد ما بيسمحش لنفسه يفرح غير لو عمل حاجة عظيمة، والمشكلة الأكبر إنه مهما عمل بيفضل جواه صوت بيقوله لا، لسه مستاهلتش. النتيجة النفسية لده ممكن نلخصها في معادلة بسيطة ومخيفة في نفس الوقت. أي وقت للراحة بتحول فوراً لشعور بالذنب. وده بيبين عبقرية اللي بيحصل جوه العقل. لما قيمة الذات بتتربط بشكل حصري بالإنتاجية والإنجاز وبس، أي لحظة هدوء أو استرخاء أو حتى استمتاع بسيط العقل بيترجمها على طول على إنها تقصير أو خطيئة. طيب، بعد ما شخصنا المشكلة خلينا ننتقل من مرحلة التحديد لمرحلة الحل، وده عن طريق تمرين تفاعلي بسيط لكن تأثيره قوي جدا. المطلوب دلوقتي وقفة صريحة جدا مع النفس. تخيل إن أقرب صديق ليك بيمر بنفس الموقف اللي بتمر بيه وحاسس بنفس المشاعر بالظبط. هل كنت هتوجه له نفس الكلام القاسي اللي بتقوله لنفسك؟ وهنا بتيجي اللحظة الحاسمة. لو الإجابة الفورية كانت لا، مستحيل أكلمه كده، ده بيكشف حقيقة مهمة جدا. المشكلة هنا مش إن الشخص ضعيف أو فاشل، المشكلة الحقيقية هي في الديناميكية الداخلية الغلط، وهي إن الواحد بيتعامل مع نفسه وكأنه عدو مش صديقه. وهنا لازم نعيد تعريف القوة. القوة مش في قدرة التحمل لدرجة إن الواحد يكسر نفسه عشان يفضل مكمل. القوة الحقيقية هي في فهم النفس والتعاطف معاها والقدرة على الاستمرار بدون ما نضم روحنا في الطريق. في النهاية، لو حسيت إن الكلام ده وصف جزء من تجربتك الشخصية أو لمس حاجة جواك، شاركنا في التعليقات واكتب فهمك. ولأن رحلة فهم النفس دي رحلة مستمرة، ممكن تتابع القناة عشان نكمل الرحلة دي سوا.